السلام عليكم اخوتي وحبايبي، نورتوني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. هتجيب القرنبيط اللي انت عايزاه بالحجم اللي انت عايزاه او على حسب عدد افراد الاسرة بتاعتك. بعد كده هتقطعي القرنبيط بتاعك وردات صغير، وبعدين هتجيبي حلة على النار، هتحطي فيها معلقة ملح ومعلقة كمون، وهتستني المية بتاعتك تسخن شوية. بعد كده هتبداي تحطي فيها القرنبيط بتاعك، بس قبل كده دوبي الملح والكمون كويس قوي، وبعدين ضيفي القرنبيط. لو انتي لقيتي القرنبيط دوت حجمه كبير وهيفيض منك ومش عايزه تعملي كله في يوم واحد، تقدري تطلعي حبه نص سوا او نص سلق وتسيبيهم يبردوا خالص. بعد كده هتحطيهم في كيس تلاجة وهتعينيهم في الفريزر، هيقعد معاكي زي ما انت عايزه. ممكن تعمليه بعد اسبوع، بعد اسبوعين، براحتك زي ما انت عايزه. بعد كده هتستني لما المية بتاعتك تغلي والقرنبيط يدخل في السوا، وهتعرفي ازاي ان هو استوى بالشوكة. هتغرزي الشوكة، لو اتغرزت معاكي يبقى هو استوى، لو ما اتغرزتش يبقى هو لسه ني وعايز يتسلق شوية كمان. وما تنسيش ان انتي لما تطفي عليه وتصفي المية هيبقى لسه سخن، وهيقعد له بتاع 5 دقايق او 10 دقايق دافي، فهيطرى شوية كمان عن ما انتي طفيتي عليه. بعد كده هتجيبي بيضتين. طبعا لو انت عايزه تستخدمي بيض كله بيض هتعملي 4 بيضات او 5 بيضات، لكن لو انت عايزه توفري في البيض هتحطي بيضتين وهتحطي معاهم كوبايه قهوه لبن. هتحطي على البيض ملح، فلفل، كمون، معلقه كركم عشان تديكي اللون الذهبي بتاع القرنبيط. لو ما بتحبيش الكركم ممكن تستغنى عنه. هتقلبيهم مع البيض كويس قوي عشان زفرة البيض. بعد كده هتضيفي عليه كوباية القهوة اللي احنا قلنا عليها. خلاص انا دوبتهم كويس. هبدأ اضيف اللبن وهقلب برضو كويس علشان ايه، اطمن ان الملح بتاعي باش والبهارات كمان. بعد كده هتحتاجي معاكي كوباية او كوبايتين دقيق على حسب كمية القرنبيط بتاعك، ومعلقة نشا. معلقة النشا دي علشان يبقى مقرمش من بره. هتضيفي معلقة النشا على الدقيق وتقلبيها فيه كويس. بعد كده هتحطي الخلطة بتاعتك. طبعا البيض اللي احنا حطيناه واللبن مش هيكفي، احنا هنحتاج شوية مية، بس هتضيفي المية تدريجيا علشان ما تزيدش معاكي وتبقى سايل. قلبتي النشا والدقيق كويس، هتضيفي عليهم الخلطة بتاعة البيض وهتبوشيها كويس قوي. ولما العجين يتقل معاكي هتبدأي تزودي مية. ما تحطيش كمية المية مرة واحدة علشان ما يطلعش سايل معاكي. هتجيبي مية وهتبداي تضيفيها. انا جبت ميه طبعا في الطبق مكان البيض، ده عادي مفيش مشكله، انت بتاخدي بقيه سوائل البيض معاكي بالمره. بعد كده هتقلبيه كويس. طب لو انا زودت الميه والخلطه طلعت سايله اعمل ايه؟ هحط معلقتين دقيق بعديها، هتربط معايا شويه. عايزه تحطي شطه، عايزه تحطي بهارات تانية بتحبيها في الاكل، حطي براحتك. انا بوريكي الحاجات اللي هي العاديه خالص، وانت ضيفي اللي انت عايزاه براحتك. انا قلبت الخلطه بتاعتي بقت معقوله كده. لو عندي عود بقدونس او خضرة هقطعه قطع صغيرة، وممكن احط معلقة مع الخلطة دي، وممكن اسيبهم ازين بيهم الطبق لما اخلص. هحط فيها القرنبيط وهقلبه كويس قوي. طبعا انا هحط دلوقتي معلقة واحدة يعني بقدونس، وهسيب الباقي ابقى ازين بيه الطبق براحتي. هقلبه كويس قوي في الخلطة. هجيب طاسة او حلة على النار فيها شوية زيت، هستنى الزيت يسخن، بس ما تستنيش ان هو يتقدح قوي علشان ما يحرقش معاك القرنبيط. هحط واحد اجرب الزيت هشوفه سخن ولا لسه. بعد كده هبدأ اضيف باقي القرنبيط بتاعي. ما تحطيش كتير في الطاسة او الحلة بتاعتك علشان ما يلزقش منك، وعشان يحمر معاكي بسرعة. هتعمليه على نار وسط
علشان يستوي من جوه ويقرمش من بره وما يبقاش الخلطة طرية او نية من جوه معاكي. حطي كمية بكمية، لما تخلص شيليها وحطي غيرها. طبعا هتقلبيه بعد شوية علشان يطلع كله لون واحد من كل ناحية. هتجهزي طبق معاكي عليه ورق مناديل مطبخ علشان لما تصفيه تحطيه عليه يشرب اي زيت زيادة معاكي، وبرده معلقة النشا اللي احنا حطيناها هتخليه ما يشربش معاكي زيت كتير. في الوقت دوت انا حطيت قطع قرنبيط تانية في الخلطة علشان اول ما اشيل دي احط التانية وراها على طول. خلاص انا هصفيهم كويس قوي واحطهم على المناديل، وبعد كده هفضيهم في طبق التقديم. طيب في حاجة تانية بقى، انا فاض مني شوية قرنبيط صغيرين خالص مهريين مكان السلق، وفاض مني في الخلطة برضو شوية قرنبيط، وانا بقلب القرنبيط في الخلطة كده بتتهري معايا. هنعمل بيهم ايه؟ احنا مش هنرميهم، هنعمل بيهم قرص قرنبيط زي الفطيرة كده بالظبط. هتهرسي القرنبيط معاكي وهتحطيه في الخلطة وهتقلبيه. طبعا في ناس بتحبها قوي بتقول عليها عجة قرنبيط، وفي ناس بتقول قرصة قرنبيط وبتبقى جميلة. هتقلبيها، هتجيبي طاسة بقى تيفال، هتحطي فيها او حاجة ما بتلزقش، هتحطي فيها معلقتين زيت من الطاسة اللي كنت بتقلي فيها عادي مفيش مشكلة، وهتبدأي تفضيها فيها وهتعمليها زي الفطيرة كده. هتهدي عليها النار عشان تستوي معاكي براحتها وما تبقاش معجون. ممكن بدل ما تعمليها على البوتاجاز كنت تقلبيها مع بعض كده وتحطيها في الصينية وتحطيها في الفرن. طبعا شوية وهتبدأي ترفعي الجنب بتاعها عشان تشوفيها احمرت من تحت معاكي ولا لا، عشان ما تتحرقش. هي عشان في الطاسة وشها مش هيحمر، لازم انتي تقلبيها على الناحية التانية. طب هتقلبيها ازاي وتحافظي عليها؟ هتجيبي طبق معاكي هتجهزيه، لما تحمر هتبدأي تقلبيها على الطبق، وبعد كده هتبدأي تنزليها بالطريقة دي كده في الطاسة تاني. برضو نفس الطريقة، هتستني لغاية لما تحمر من تحت وبعد كده هتحطيها في طبق التقديم. وادي شكل قرص القرنبيط بتاعك. من شوية قرنبيط كنت هترميهم، والبقية الخلطة اللي فاضت منك كنت هترميها برضو. وادي القرنبيط التاني بعد ما قليناه، وبالهنا والشفا. وجبة سهلة وجميلة واقتصادية. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تدعميني في القناة وتشتركي وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.